ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. انا سهام معاكم. النهارده هنعمل مع بعضينا اكله حلوه قوي كل الناس بتحبها. بصراحه انا بحب اكلها كتير في المطاعم، بس قلت لازم اعملها عندي في البيت، علشان كده عملتها وقلت اوريها لكم. بصراحه كانت طالعه حلوه قوي قوي، وكمان ما اخدتش وقت معايا، يا دوب على السريع كل حاجه اتعملت وفي الطاسه اللي انتوا بتحبوها. هنعمل مع بعضنا النهاردة الستيك المشوي على الطاسة، بصراحة حلو قوي قوي قوي. اول حاجة هنجيب الستيك من اي مكان، والمرطة او اي حتة هو متقطع بالشكل اللي انتوا شايفينه. هنجيب شوية التوابل دول، عبارة عن توابل لحمة، لية خروف بودر، فلفل اسود وملح. هنمسك كل قطعة، نبدأ كده ندق عليها بالمدق بتاع اللحمة، دقة كده خفيفة خالص. وبعد كده هنمسك التوابل نخلطها في بعضيها، وهنمسك شوية صغيرين ونحطهم من الجنب ده ومن الجنب ده ونحطها على جنب، ونمسك كل اللحمة اللي عندنا نعملها بنفس الشكل، هي دقة خفيفة وشوية توابل من هنا وتوابل من هنا. وكمان الملح حاولوا ان انتوا ما تزودوش فيه الملح، لان انتوا هتسيبوه على الاقل ساعة كده على جنب، علشان الملح ما يحدقهوش، فانتوا حطوا شوية ملح خفاف قوي. كده انا خلصت الكمية بتاعتي، هسيبها بقى كام ساعة في التلاجة، ولو انتي مستعجلة وعايزة تعمليها على طول ممكن ساعة بالظبط. عقبال بقى ما تقعد هي شوية في التلاجة نعمل شوية رز الحباية والحباية. حطيت في الاول معلقة سمنة ونزلت بالرز بتاعي، وحطيت شوية زيت صغيرين. هقعد اقلب فيه لحد ما لونه يحمر، وهكون مجهزة شوية كمان لان انا عايزة اعمله حباية وحباية، هي حباية تبقى غامقة وحباية تبقى فاتحة، وهتشوفوه في اخر الفيديو. كده بدأت خلاص ان هي تحمر معايا زي ما انتم شايفين. هبدأ انزل بالشوية التانيين، شوية تانيين يا دوب يتشمعوا بس كده وياخدوا لون خفيف، وبعد كده هنزل بالمية بتاعت المغلية، وهنزل بالتوابل. التوابل بتاعتي عبارة عن ملح وفلفل اسود وشوية من مرقة الدجاج البودر. بس كده هنغطي عليها ونوطي عليها ونسيبها على جنب تطيب. دلوقتي اللحمة خلاص اخدت التتبيلة بتاعتها، وهنحط بقى طاسة على النار فيها معلقة من السمنة زي ما انتوا شايفين كده، وهنسيبها تسخن شوية حلوين. ننزل بقى باللحمة عليها نديها الصدمة بتاعتها. انا مش هقلبها لحد ما تاخد لون حلو من تحت، لون خفيف، بعد كده هبدأ اقلب فيها على الناحيتين. تمام كده. كده هبدأ بعد كده اقلب فيها. شايفين خدت لون ازاي؟ هي لسه ما طابتش، هي دوب بس خدت لون عشان الصدمة اللي هي اخدتها. طبعا مش هنزود اي حاجة عليها، هي زي ما هي كده. هنبدأ نجيب اي غطا عندنا كبير، الغطا ده ما كفاش فجبت غطا اكبر، وهبدأ ان انا اغطيها بيه. تمام، شايفين بعد ما حطيت الغطا عليها بدأت تاخد لون احلى واحلى، وكمان بدأت تطيب حلو قوي. انا كنت بشوفها بالشوكة الاقيها خلاص طيبة حلو جدا، وفعلا في الاخر بجد كان طعمها رهيب. هبدأ انزل بالشوية التانيين برضو على درجة حرارة عالية، وبعد كده ببدأ اوطي عليها، مش بسيبها على درجة الحرارة العالية، هغطي عليها واسيبها كمان تطيب. وادي شكلها بعد ما طابت. أكلة سريعة وبجد كانت ريحتها حلوة قوي وطعمها كان تحفة. اتفرجوا بقى على حلاوتها وعلى جمالها. زي ما قلتلكوا اللحمة دي أنا جبتها من وول مارت، كانت متقطعة زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. شايفين بقى الرز حباية وحباية زي ما قلتلكوا. طبعا بقى تاكليها مع عيش، تاكليها مع رز، تاكليها مع مايونيز، مع كاتشب، مع أي حاجة انت عايزاها براحتك. اتفرجوا بقى عليها طيبة حلو جدا جدا، وطعمها بجد كان جميل قوي، كانت خطيرة، حاجة اخر حلاوة، وحلوة قوي قوي لو عملتها بقى لضيوفكم. ممكن كمان تعملي التتبيلة اللي انا وريتها لك ديت، وكمان تعمليها على الشواية على الجريل عندك برضه هتبقى طعمها حلو قوي.
قبل ما يخلص الفيديو، لو انت اول مرة تسمعيني ما تنسيش تعملي سبسكرايب للقناة وتفعلي زرار الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة بتاعتي. وكمان ما تنسيش تشجعيني بكومنت ولايك لو عجبك الفيديو. ولما تجربيها ياريت اشوف الكومنتات بتاعتكم على الفيديو. بألف هنا عليكم وعلينا.